أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. فكما كان متوقعا فقد عرفت بلادنا بعض التساقطات المطرية، حيث سجل إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم بالقنيطرة، رباط وسلا 13 ملم، بطنجة 9 ملم، تطوان 7 ملم، 3 ملم بكل من شفشاون، الحسيمة والعرائش، مليمترين بالجديدة، ومليمتر واحد بمدينة المحمدية. وفي تحليل صورة الساطل نلاحظ سحب كثيفة بالسهول الشمالية بالشمال الشرقي بمنطقة الريف وعلى الواجهة المتوسطية، مع نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس، وبالسواحل تتكون بعض السحب المنخفضة. وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية من اللون البرتقالي أن يكون الطقس بارد، وستصل درجات الحرارة أدناها إلى ناقص 6 درجات وناقص درجتين، وأقصاها ما بين 5 درجات و15 درجة، وذلك يومي الخميس والجمعة بكل من الحوز، الحسيمة، الظلال، بني ملال، بولمان، شفشاون، شيشاوة، بفيكي، قرسيف، إفران، جرادة، ميدلت، خنيفرة، توريرت، بمرتفعات الراشدية، وبوزان، صفرو، تونات، تازا، وكذلك بمرتفعات التنغير. وارتباطا بهذا يتوقع بالمنطقة الشمالية للبلاد أن يظل الطقس بارد كما سبق وذكرنا بالنشرة الإنذارية، مع تكون صقيع، وذلك بمرتفعات الأطلس بالمنطقة الشرقية، مع سماء نسبيا غائمة بالسهول الشمالية للبلاد، بمنطقة السايس بالشرق، وبمرتفعات الأطلس تعطي بعض الزخات المطرية، وذلك خلال فترة الصباح. ودرجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 3 درجات تحت الصفر ببولمان، 0 درجة ستسجل بمدينة إفران، 3 درجات بوجدة، 4 درجات بتازا، 6 درجات بكل من فاس وكذلك بمكناس، و7 درجات بمدينة الرباط. وبعد الزوال ستعادل درجات الحرارة العليا 16 درجة بكل من الرباط، الدار البيضاء وكذلك بالجديدة، 14 درجة بفيكيك، 11 درجة ستسجل بمدينة وجدة وكذلك بتازا، و12 درجة بفاس وكذلك بمدينة مكناس. بالمنطقة الوسطى للبلاد طقس دائما بارد مع تكون صقيع بالمناطق الوسطى عموما، هذا مع سماء نسبيا غائمة بمرتفعات الأطلس تعطي بعض الزخات المطرية. درجات الحرارة الدنيا ستعادل درجتين بمدينة ورزازة، 3 درجات بالراشدية، 4 درجات بأرفود، 6 درجات بزاكورة، و10 درجات بمدينة طاطا. ودرجات حرارة النهار ستعادل 14 درجة ببني ملال، 17 درجة ستسجل بورزازات وكذلك بمدينة مراكش، و19 درجة بمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بجل المناطق، ودرجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 11 درجة ستسجل بالزاق وكذلك بكلت التمور، 10 درجات ببكرة وبمدينة السمارة. ودرجات حرارة النهار ستتراوح ما بين 23 درجة بقلة الزمور، 22 درجة ببكرة وكذلك بالعيون، 21 درجة بالطرفاية. باتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية دائما سماء قليلة السحب إلى صافية بجل المناطق، ودرجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 13 درجة بكل من مدينة الدخلة وكذلك ببرنزرهان، 14 درجة بأوسرد، و16 درجة بالقويرة. ودرجات حرارة النهار ستعادل 27 درجة بأوسرد، 26 درجة ببرنزران، 19 درجة بالقويرة، و22 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر سيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وكذلك بالمغاز، ما بين الجرف وطرفايا سيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بعلو 5 أمتار و50 سنتيمتر، ما بين المهدية والجرف سيكون ما بين المهدية والجرف وكذلك ما بين بوجدور ومدينة الدخلة سيكون هائج إلى قوي الهيجان، بباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج. المد بمدينة رباط سيكون على الساعة
الثالثة صباحا 14 دقيقة، والثالثة عشية 34 دقيقة، والجزر سيكون على الساعة 9 صباحا 28 دقيقة، و9 ليلا 38 دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط يكون على الساعة 8 و37 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 6 و23 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يتوقع بإذن الله أيام الخميس، الجمعة، السبت وكذلك يوم الأحد انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع طقس بارد، وذلك بمرتفعات الأطلس بالجنوب الشرقي بالمناطق الداخلية بالشمال الشرقي، وسيكون الطقس غائم يومي الخميس ويومي الجمعة والسبت بالشمال الغربي بمنطقة السيس على الواجهة المتوسطية بمنطقة الريف بمرتفعات الأطلس وكذلك بالمنطقة الشرقية. ويوم الأحد ستكون السماء نسبيا غائمة بالشمال الغربي، ستعطي بعض الزخات المطرية، بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. وإليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.